زادت تطورت حتى داروا مذهب. لما داروا مذهب ولا عندهم قرآنهم وحده. خصكم تعرفوا ما يغلطوكمش، راهم يجوا للمؤتمرات ويجوا كذا يقول لك مصحفنا واحد قرآننا واحد. لا، عندهم مصحف فاطمة. شفت كيف؟ وانا نقول لكم وربي شاهد على قلبي، عشت في الحرمين الشريفين 15 سنة بين المدينة ومكة، عمري ما شفت شيعي يرفد المصحف ويقرأ فيه. كل واحد يجبد مصحفه من جيبه ويقرأ فيه، لما يكمل يديروا كان. مرات شفت واحد يقرأ فيه يرفد مصحف قرأه، كلمته قال لي أنا سني على مذهب أبي حنيفة كيما احنا. شفت كيف؟ يقول لك هذاك مصحف تاعكم طايحة منه صورة وطايحة منه كذا وطايحة منه كذا. واشنا الصورة اللي طايحة؟ قال لك صورة الولاية طايحة. ايه دايرة صورة الولاية؟ موجودة في المصاحف تاعها. اسمعوا نقراها عليكم وقولوا هذا قرآن ولا جياح. هذه صورة الولاية. يا أيها الذين آمنوا، كلام الشيطان ماهوش كلام قرآن، كلام الشياطين. نقراها عليكم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي اللذين أرسلناهما إليكم يخرجانكم من الظلمات إلى النور. هذا قرآن؟ هذا حاشا لله، هذا كلام سامج ما يصلح والو، كلام تمجه العقول تمجه الألسن. آمنوا بالنبي والولي، آمنوا يعني بمحمد وآمنوا بعلي، يخرجانكم في زوج جاء ويخرجكم. علي جاء خرجنا، علي هو الرسول خرجه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء خرج الأمة كلها بما فيها علي وبما فيها غيره. كيف علي يصبح هو ند مثل سيدنا موسى مع هارون، يصبحوا أنداد وأنبياء في زوج؟ صح، سيدنا موسى مع هارون ربي سبحانه قال اذهبا في زوج، روح في زوج، فقولا في زوج انت أخوك. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ما يعاونوا لا علي ولا يعاونوا عمر ولا يعاونوا أبي بكر الصديق. يقول لك هذولا آمنوا بالنبي والولي اللذين أرسلناهم. يمسح واش تفهم منها؟ يعني يا محمد أفخر أفرح أننا جعلنا علي نسيبك. وش تفهم من هذا؟ على أن علي أعظم درجة من النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أنت كي تناسب الملك ولا تناسب رئيس ولا تناسب وزير ولا غني، أنت تفرح به ولا هو يفرح به؟ شكون اللي يفخر يروح في الطريق يقول لهم أنا نسيب فلان؟ ولا هو؟ يا أخي أنت اللي تفرح به. قال لهم أنا نسيب الملك، أنا نسيب كذا، أنا نسيب ليه. ولا هو يستحي ما يقولش نسيب فلان ما عنده والو سيك. يصبح الرسول صلى الله عليه وسلم يفتخر بعلي، بل علي هو الذي يفتخر بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه سيراه وأخرجه من الظلمات إلى النور. لا، هو يقول لك يا محمد افتخرنا علي نسيب، لأنهما يعتقدون في قرارة ذاتهم ويعتقدون في معتقدهم الفاسد أن علي أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عنده في كتب تاعهم. احنا قرينا كتبهم وعندي كتبهم، انا ما نتكلم لكم شويه يقول لك لا تكتبوا علينا انت ما قريتوا كلام ابن تيميه وكلام كذا وراكم جحنا. والله غير جبت كتبهم من باكستان، جبتها باذن الله، وهي اللي نقراها وهي اللي نرد منها وهي الدليل تاعي. لانهم واش يقولوا جبريل لما جاب الرساله غلط، بدل ما يديها له العالي اداها للرسول صلى الله عليه وسلم. اسيدي كما يقولوا باللغه العاميه نديروها جدلا، غلط جبريل باش تشوف الكفر تاعهم وين رايح. لان العلماء الذين قالوا هم كفار شيعة كفار عندهم الحق. لان طيب تعالوا نجادلهم، تعالوا نمشوا معاهم. اسيدي جبريل غلط، جبريل مخلوق يغلط صح يغلط، وطيب وربي سبحانه ما يصحلوش الغلط. الان يا اخواني الكرام يجوزون الغلط حتى على الله تبارك وتعالى. إذا كان هو جبريل غلط يا ربي سقم له الغلط تاعه، ما سقمولوش، خلاه يدي الرسالة يديها لمحمد، وهي كان أصلا جارية العالي، ربي يرسلها العالي وجبريل غلط اداها لمحمد، يا ربي ردها العالي، علم جبريل يردها. هم جوزوا الغلط حتى على الله تبارك وتعالى. اللي جوز الغلط على ربي سبحانه قالوا إيمان، قالوا إسلام.